ان شاء الله ليلتكم زينة. اليوم جبنا لكم حكاية جديدة. الحكاية هذه على راجل يخدم يبيع في الشروبو ولا سميوه زاد الشربات، اللي هو نقولوا احنا كيف الروزاتا، اما هو معمول من الورد والسكر. او كلتوا يبيعوا فيه في الحوانت وكل، والناس مغرومين. فما ناس مغرومين بيه كيفي انا بالطبيعه، انا مغروم كل حاجه حلوه. عاد يا سيدي من سيدي الراجل هذايا كان يهز القله متاعو. قله تبدا كاللي معموله يعملوها في القلالين، من برا مدهونه بالابيض ومنقوشه، ويهز معها تشص متاع نحاس ويمشي ينصب قدام جامع الزيتونة، والخارج والداخل هاو يشري من عنده. قدر عليه ربي مات، خلى وليد اسمه حبيب. هذاك هو الكسيبة. المرأة مسيكنة قاعدة تاكل في الفلوس اللي خلاهم، هكا الحويثين اللي مخباهم حياة عمره. بعديكا وفاو عليها، دارت باعت الصوف متاع مضربتها، دارت باعت شوية زايد من اللثاث، زيد دارت على شوية تسمر في الجراري عند الجيران. اما شيء ما نجمتش تطاوق الحمل متاع الهجالة. هكا الراجل قلنا عاد خلى وليد اسمه حبيب. كان وليد عازب، بدا يحس قلبه حي، قال نخرج نخدم على امي. عمره وكيك 17 سنه، قال نخرج نخدم على امي. هزك القله، يعلم به ربي القله ارزن منه. تشر لا حول ولا قوه الا بالله. القله ارزن منه، وهو هزها وماشي يتداكل البلاصه اللي كان يقف فيها ابوه. الناس الكل عقلوه وعرفوا ولد شكون. زاد هاك الوحدين النحاس هذوكم هزهم القزادري، ردهم جدد يشعلوا، وهو ما شاء الله عليه مزيان شبيب وعنده القبول ولسانه حلو. عاد ركز هاك القلة وبدا يغني، وعنده صويت، وبدا يغني ويقول هذا شربي شرب حبيب، شربي شرب عجيب، ويا حافر حفرة السو فيها تغيب. كل يوم الناس يتعداو خارجين من الصلاة يبداو يسمعوا فيه هذا شربي شرب عجيب، ويا حافر السو فيها تغيب. يعجبهم، يراوك تيص يلصفوا، يقولوا له هات شوية شروبه. اللي يشرب يرجع يشرب ياخذ من عنده المرة اللي بعدها. مع شوية بشوية بدا يتعرف، ولاو الناس يتعناولوا من كل بلاصة. الناس يمشيولوا بالذمة من باب سويقة، من الحلفاوين، من المركاض، من البلايص الكل يجيوا قدام الجامع وياخذوا اش قال عليك الشربات متاع سحبيب. واللي ولا يجيب معاه طاسة من الدار يهز لوليداته، واللي يجيب معاه دبوزة وإلى آخره. تهزت الكلامات لين وصلت لسيدنا البي. قالوا له يا سيدنا البي، راهو فما قدام جامع الزيتونة طفل صغير عمره هكاك 17 سنة يبيع شربات اللي يشرب منهم يقعد كاشخ. شربات بناني برد ويرويو العطشان، ما فماش كيفهم. تحبش نجيبولك منهم؟ خرج عاد البي قعدت في مخه هكا الحكاية. البيات يمشيو قبل الزيتونة برشا. خرج نهار من نهارات للصلاة غادي، يا اخي راه ذاق من عنده. هو ذاق من عنده حصل، قال لهم جيبوهولي للسرايا ذا كل يوم. مشالوا المرة الأولى، سي حبيب دخل قدام البي وبحذاه الحجاب متاعو والوزرة متاعو،
وركز هكا القلة وعمل هكا التياترو اللي يعملوا قدام الجامع. يركز القلة ويبدأ يغني: هذا شربي شرب حبيب، هذا شربي شرب عجيب، ويا حافر حفرة السو فيها تغيب. ومع البي عاد عنده كار السلطنة، يزيد هوكا يجيب له مرة مشموم فل، يجيب له مرة ترفة قرنفل، يهديهم له مع كترفة الشروبو. عاد البي عجبته وجاه على المضاغة، هوكا كل يوم يعطيه 500 محبوب ويقول له: أي عاد ما تغيبش علينا غدوة. سي حبيب يروح سقيه على من راس وشايخ بك 500 محبوب هذوكم، ويمشي يشري بهم قضية الدار ويشيخ بهم ميمته ويخبي الباقي. نهار بعد نهار والحكاية قاعدة تتعاود. الوزير متاع البي بدا يتقلق من سحبيب هذايا، قال: شني الفرخ هذا على طرفة شروب ومن 2 ما يسويوش 4 ريال، كل يوم يجي يضرب على قلبه في 500 محبوبة، يغزل عليها هوكا. مع البي كل يوم الصباح يقول لهم: تيفيلو حبيب خلينا نستفتح على وجهه مبروكة كالطفل. وهو كل ما يجي حبيب يجي خبر باهي البي. لين ولا مفمش نهار ما غير حبيب. قلنا نهار قالك الوزير: مادام حبيب هكا يمشيش السلطان يستباخت بيه يقلعني انا ويحطه في بلاصتي الفرخ ذا، لازم نلقالو حيلة باش نطيروا بها. عاد مرة من المرات سي حبيب جاء كالعادة يعرض الوزير قبل ما يجي البي، وقال له: اسمع يا حبيب يا اخي ما تخشمش على روحك انت. قال له: ان شاء الله خير يا سيدي الوزير، اش فما؟ قال له: تو بالله فمك ابخر وانت كل صباح تقابل في حضرة السلطانة. البارح قال لي راهو تقلق من فمك وانت تجي تبدا تمدلو فك الكيس وفمك يفحفح بالروايح ودرع له خواطره. هيا اسمع، من المرة هذه كي تعود تمد له الكيس تبعد وجهك عليه، فهمت ولا راني نوريك؟ قال له: باهي يا حضرة الوزير. دخل سي حبيب كالعادة ركز القلة متاعه وحتى الوحدات النحاس هذوكم وبدا يسربي في العباد. انا هذا شربي شرب حبيب، شربي راهو شرب عجيب، ويا حافر حفرة السو فيها تغيب. والناس يغزروا له ويحذفوا في روحهم باش يضربوا كالشروبو. وصل للبي ما سرباش المرة هذه كيف الناس الآخرين، عمل هكا دار له بالقفاء باش ما يعرضلوش بوجهه ومد له هكا الكويس متاعه كالعادة. قلنا احنا البي وقتها وحلت الحكاية في مخه ما فهمهاش، أول مرة سي حبيب يعطيه بالقفاء، وماهوش في العادة ما يجيش تعطي للبي ولا حتى العبد أكبر منك بالقفاء. عداها له خذاك الفلوس متاعه كالعادة ومشى على روحه حبيب. بعديك كي نفض الجمع والناس كلهم مشاو على رواحهم، قعد كان الوزير راسه راس البي غزر الوزير وقال له: اسمع زعما علاش راك حبيب اليوم اعطاني بالقفاء ماهوش كالعادة؟ يا اخي ما عجبوش وجهي ولا شنية؟ هو قالها بتفذليك، خاطر هو قرا الخير في حبيب، قال ممكن ظهره وجعه ممكن حاجة هكا طفل صغير ما ظهرليش، وحبيب كل يوم وهو يبشبش بالبي ما ظهرليش كان يعمل باش يظن به الظن الخايب. الوزير قال له: يا سيدي البي هذاك سامحني وان شاء الله ما تقلقش من كلامي، هذاك حال العبد الكريم وقت اللي يخلط روحه بالناس لبعد اللي ما يسويوش،
هكا الفرخ هذاك قالوا لي الحجاب اللي هم سمعوه يقول البي فمه أبخر حشاك وحشا قدرك، وقال كل من سر بالبي خواطر الدور وقريب نتقيا وكمون السبع قريب نرفضوا. عاد يا سيدنا البي انا الحق ما رضيتهاش وما حبيتش الحق، حبيت نعاقبه. بعديك خفت لا انت تتقلق كي انا نعمل حاجه من غير مشاورتك، وهاو انت اليوم كي لاحظت الحكايه هاني قلت لك، وربي يجي مسيدنا وربي يخلي سيدنا. قال عجايب هالفرخ هذا كل يوم وانا نعطي فيه في الفلوس وهكا بيه وقربته ودخلته للسرايا، والفلوس اللي ياخذ فيهم كان يقعد يبيع في الشروب عامين اخرين ما يلمهمش، وفي الاخر يقول على سيده هكا. به مشى البي عيط للصايغ متاعو قال له اسمع تعمل لي وردة، الوردة ذي العصا متاعها ذهب، الأوراق متاعها معمولين بالمرجان، والفص الدخلانية متاعها نحبها ياقوت. الصيغي ما شاء الله الأمين متاع الصاغة نهيرين وحضرتك الوردة وجابها للبي، والبي ساكن لا يعمل قولش عليه ما تبدلش مع حبيب. كل صباح يجيها ويعمل الدورة متاعه ويقول لهم هذا شربي شرب حبيب، هذا شربي شرب عجيب، ويا حافر حفرة السو فيها تغيب، ياخذ من عنده ويعطيه الفلوس ويمشي لروحه. نهار اللي حضرت الوردة هزها السلطان وعيت البشحامبة متاعه، قال له يا بشحامبة شفت الوردة ذي ثبت فيها بالكدا، النهار اللي من اليوم النهارة اللي يخرج واحد شدها في جيه وتراني عطيتها له هزه وامشي قص له راسه وبعديك علق جثته في الساحة متاع القصر. فهمت ولا؟ قال له امرك يا سيدي. النهار من غدويك جاء سي حبيب عمل الدورة متاعه متاع العادة كالبي عيط له هكا قال له يا حبيبي جا كب عليه سي حبيب اعطاها كالوردة وقال له اي خذ هذه ليك. عجبته كحبيب الوردة بعد اللي تخطف الابصار، وقعد شيخ وباس يجين البي وقعد يدعي له، بعديك هز روحه وخرج. الوزير مخه وقف وقتها قال عجايب توا انا حبيب هذايا نحب نرتاح منه، وقلت البي راهو قال عليك كذا وكذا وكذا يمشي يجي له هديه. ها ظهر لي الطفل هذايا سحار ولا ندري اش بيه. مشى الوزير قال هذه الوردة ما نفلتهاش انا فماش اختها في البلاد. خلطت على حبيبه وهو خارج، هو البيبان متاع السرايا زوز بيبان، الباب الداخلاني والباب البراني. الباب البراني فيه بشحامبة والباب الداخلاني فيه الزنوج قبل يبداو شادين البيبان متاع القصر البي ويدخلوا فين الحريم وكل شيء. مشى عاد سي حبيب مازال يخرج من الباب الاول يشد يخلط على الوزير يقول له ايش يا حبيب ايش فين ماشي؟ يرجع حبيب الوزير قال له نعم سيدي. قال له توا هزك الوردة اللي اعطاها لك حضرة السلطان وما تحشمش على روحك. قال له هو اعطاها لي. قال له يا بهيم هذاك يشوف فيك ويدستي فيك، تاخذها ولا ما تاخذهاش ويشوف نفسك عزيزة وإلا لا وانت طماع ولا، وهاك ظهرت طماع. هيا هاتها لهنا وفكها له. قال له يمشي تو اقلب وجهك. مشى يا سي حبيب هز روحه وروح، وسي الوزير شيخ توا في مخه بعد اللي دبرك الوردة ذيك وفكها لك الفرخ، ومشى خرج باش يخباها في البيت متاعو اللي خارج القصر مقابل القصر، عنده بيت مقابل القصر يقعد فيها
يبات فيها في الليالي اللي عنده فيها برشا خدمة. هو خرج هكاكا يوصل للباب الثاني يراه سي باش حامبة يعيط له قال له يا سيد الوزير إيجا سامحني باش نقول لك حاجة، إيجا معايا. يهزوا لك الجنب التيلاني نتاع القصر ويعمل هكا، يهز السيف نتاعو ويقص له راسه من غير حتى كلمة ويعلق له الجثة نتاعو ورا القصر. من غدويكا جا سحبي يراه السلطان يتفجع، قال له أبا يسخال باش كي يخرج مع 10 نتاع الصباح ولا 11 باش يراه جثة حبيب معلقة، موش باش يجيه الصباح ويركز ويقول لك العادة. عاد قال له يا حبيب أي جاهوني فيني الوردة اللي عطيتها لك البارح؟ قال له يا حضرة البي راو الوردة ذيك خلطت عليا السيد الوزير وقال لي راك انت عطيتها لي تجراب موش هديتها لي، وفكها من عندي ومشى على روح. وقتها ضربت في مخ البي، قال الوزير هذايا ماهوش صافي والعملة اللي عملها ماهيش هكاكا. اي وفينو الوزير؟ بدا يسأل في الوزراء الاخرين على الوزير الاكبر فينو. قالوا له يا حضرة البي رانا والله لا ريناه. عيط الباش حامبة قالوا يا باش حامبة فينو الوزير الاكبر؟ قال له يا حضرة السلطان راني قتلته، ماك البارح وماك وصيتني باش اللي راه خارج بالوردة نقص له راسه. يعمل هكا يضرب كل شيء في مخ البي. قال الحبيب قال له يا حبيب يا اخي انت شبيك وليت كتسربيني وتعطيني الشروب وتعطيني بالقفاه؟ قال له يا سيدي البي راهو الوزير جاني وقال لي اللي فمي انا ابخر واللي هو يقلقك وانا راني ما في باليش. عاد امر السلاطين طاعه، قلت ما نقلقش سيدي ونولي نبعد وجهي عليه باش ما نغدوش كل صباح. وقتها فهم البي اللي الوزير راد بها تكمبيسة الحبيب، وهوكا كي حب زيد يفك له الوردة جات براسه وكلا راسه جراير الخبث نتاعو. يا اخي غزر الحبيب وقال له يا حبيب اركز قلتك العادة وسربينا وقولك الجملة العزيزة هذا شربي شرب حبيب ويا حافر حفرة السو فيها يغيب. هاوك الوزير راد بيك شر وحب يتسبب لك يتسبب في قتلانك. يا اخي جات براسه. هذه هي الحكاية.